تعرف انه في شركه قررت تعمل حاجه كل خبراء التسويق قالوا عليها ده انتحار، لكن اللي حصل بعدها غير تاريخ الشركه بالكامل؟ الحكايه بدات في اوائل الستينيات، وقتها سوق تأجير السيارات في امريكا كان ليه ملك واحد بس اسمه هيرتز. الشركه كانت مسيطره على السوق وموجوده في اغلب المطارات، واسمها اول حاجه بتخطر في بال اي حد عايز يأجر عربيه. اما ايفيس فكانت بعيده جدا، والاسوأ انها كانت بتخسر فلوس بقالها 13 سنه، وفي كل حملاتها الاعلانيه كانت بتحاول تقنع الناس انها زي هيرتز، لكن محدش كان بيصدق. والنتيجه انه الشركه فضلت تخسر سنه ورا سنه لحد ما بقى في ناس شايفه انه مفيش امل تدخل المنافسه. ومع استمرار الخسائر اداره ايفيس فهمت ان المشكله مش في حجم الشركه، المشكله انها كل ما بتحاول تبقى شبه هيرتز الناس كانت بتفتكر اكتر ان هيرتز هي الاصل. وهنا استعانت بوكاله تسويق مشهوره جدا اسمها DDB، والوكاله بدات بسؤال بسيط: ايه الحقيقه اللي كل الناس عارفاها واحنا بنحاول نخبيها؟ والاجابه كانت واضحه: ايفيس مش رقم واحد. ومن هنا خرجوا بفكره محدش كان يتوقعها، بدل ما يخفوا الحقيقه قرروا يبنوا عليها الحمله كلها. وفي سنه 1962 نزل الاعلان اللي بقى واحد من اشهر الاعلانات في تاريخ التسويق: احنا رقم 2 وعشان كده بنبذل مجهود اكبر. بدل ما يطلبوا من الناس تثق فيهم قالوا لهم ليه المفروض يثقوا فيهم. والاول مره شركه تعترف انها مش الاولى، لكنها تحول الاعتراف ده لوعد حقيقي للعميل. الاعلانات ما كانتش بتتكلم عن العربيات، كانت بتتكلم عن الخدمه، انهم بينظفوا العربيات بعنايه اكتر ويراجعوها مره زياده ويهتموا بالعميل اكتر، لانهم ببساطه لو ما بذلوش مجهود اكبر العميل هيروح للشركه رقم واحد. وفجاه بدل ما الناس تقارن بين حجم الشركتين بدات تقارن بين مستوى الخدمه، مش لان ايفيس كانت الارخص ولا لان عربياتها كانت احسن، لكن لانها كانت صادقه في وعدها، والاهم ان عندها سبب حقيقي يخليها تبذل مجهود اكبر. وخلال سنوات قليله خرجت ايفيس من الخسائر لاول ارباحها بعد اكتر من 10 سنين، وارتفعت حصتها في السوق بشكل واضح، وتحول شعار وي تراي هاردر لثقافه جوه الشركه قبل ما يكون مجرد اعلان، واستمر لسنين كواحد من اشهر الشعارات في تاريخ التسويق. الدرس هنا انه في البيزنس مش كل نقطه ضعف لازم تخبيها، اوقات ممكن تبقى نقطه الضعف دي هي اقوى ميزه عندك. ايفيس ما كانتش اقوى شركه، لكنها كانت اوضح شركه، قالت للعميل الحقيقه وقدمت له سبب حقيقي يخليه يختارها. وفي البيزنس الناس مش بتثق في البراند اللي بيدعي انه الافضل، الناس بتثق في البراند اللي عنده سبب حقيقي يخليه يختارها.